لا يتحط لها ثوم، لا تتمرق بالماء، العمد على زيت الزيتونه والماء اللي خرجوا اللحم. باركنا لليوم وصفتين في فيديو واحد، قلايه زعره وقلايه عاديه. يلا بسم الله نبداو. ناخذ اللحم مصفي من العظم وليه وكبده نقطعوهم مربعات. في طنجره نحطوا كميه باهيه من زيت الزيتونه، اول ما يسخن الزيت نضيفوا الليه، نخلوها تتحمر وهنا تسيب الطعم نتاعها. ونضيفوا اللحم ونخليه يتقلى مليح لين يسيب الماء نتاعو. واحنا هنا بدينا بالقلايه الزعره اللي هي ماهيش مختلفه برشا على القلايه العاديه. نضيفوا راس بصل مخصوص جويد، ملح وفلفل اسود، وتو قيد باش نضيفوا الكبده والكلاوي اذا كان متوفره. واخر شيء نضيفوا ملعقه كركم ونخلوها على نار ضعيفه لمده ساعه. بلغتنا التونسيه التيب سله سله. نتعداو توا للقلايه العاديه اللي هي القلايه الصفقسيه. كميه باهيه زيت زيتونه، نحطوا الليه نتاعنا نخلوها تتحمر مليح. اول ما تتحمر نضيفوا اللحم سيب الماء نتاعو، تو قيد باش نضيفوا الكبده والكلاوي. والقلايه الصفقسيه تتفوح ملح وفلفل اسود فقط، ما نزيدوا حتى شيء ثاني. ساعه على نار ضعيفه وشوف لك النتيجه، بسم الله ما شاء الله. نضيفوا لهم عريف قليل 10 دقائق ونطفيوا عليهم. وهنا نلاحظوا اللي الماء كله تبخر نتاع الوصفتين، وهذيك هي القلايه، لحم وزيت. لو مرقتها بالماء وعملت لها بزارة أخرى ما عادش تسمى قلاية. الزوز بسم الله ما شاء الله. بالنسبة لي أنا نحب القلاية العادية. اكتبوا لي في التعليقات أي نوع من القلاية أنتم تحبوه. صحة بالشفاء للناس الكل.